السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم في يوم جديد وفيديو جديد. يا رب كلكم تكونوا بألف خير. فيديو النهاردة إن شاء الله هشارك معاكم مشتريات السوق من الخضار، وكمان جبت شوية منظفات سايبة كده عايزة أشاركها معاكم. إن شاء الله الفيديو يعجبكم ويفيدكم. بس عايزة أقول لكل الأمارات اللي فتحوا الفيديو بتاعي، لو انتي أول مرة بتشوفي قناتي وعجبك الفيديو، أتمنى منك إنك تنوريني بالاشتراك في القناة وتفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديو جديد أنا بقدمه. اول حاجه هشاركها معاكم النهارده في الفيديو هي مشتريات الخضار. جبت شويه خضار كده من السوق، هفرز منهم ان شاء الله، هنعتبرها ان هي تفريزات شتويه ل 2026. مش هنقول مشتريات رمضان دلوقتي علشان لسه شويه على مشتريات رمضان ان انا افرز لرمضان يعني، لان تفريزات رمضان انا هخليها تكون قدام شويه مش دلوقتي. فالتفريزات اللي انا بعملها دي تفريزات يعني تعتبر شهريه بالنسبه لي او اسبوعيه. كل ما باجيب طماطم مثلًا باحب أفرّزها. أنا جِبت هنا طماطم. أول كيس ده أنا كنت جايبة الطماطم دي ب6.5، والكيس التاني كنت جايبة الطماطم ب10. اللي ب6.5 ده أنا باحب دايمًا إن أنا أجيب طماطم تكون تنفع للصلصة، أفرّزها على طول أول ما باجيبها من السوق، وباخلّيها عندي في التلاجة من تحت، مش باحطها في الفريزر ولا حاجة، لإن هي بتبقى بكمية مش كتير، بافضل أسحب منها كل ما باعوز. والطماطم اللي هي التانية دي جامدة، باخلّيها في التلاجة، باعمل منها سلطة أو باحط منها على الجبنة، باحط منها جنب الفطار والعشا، فما فيش غنى عنها. جِبت كمان البصل ده كان صغير في السوق، كان ب6.5، طبعًا الكبير بيبقى أغلى من كده. أنا باجيب دايمًا اللي هو الصغير، هو مش صغير أوي يعني، هو كويس. وجِبت كمان فلفل أخضر، الفلفل الأخضر ده كان الكيلو ب15، فلفل أخضر الكوب الكبير. وجِبت كمان كيس الخضرة ده عبارة عن جرجير وشبت وبقدونس. أنا باحب دايمًا أجيب من السوق دايمًا الخضرة مع بعضها كده مرّة واحدة، يعني باجيب دايمًا خضرة مثلًا المحشي كلّها على بعضها، وباجيب معاها على طول جرجير. جِبت كمان كيلو من الفراولة، والكيلو ده كان ب25. هي الفراولة طبعًا لسه دلوقتي عشان هي إحنا لسه في الشتا، أول الشتا، فأسعارها طبعًا الأسعار بتبقى غالية شوية. جِبت كمان فاصوليا خضرا، والفاصوليا الخضرا دي كان الكيلو عامل 10، بس هي في عربيات تانية شُفتها في كيلو وربع ب10، فالفاصوليا الخضرا دي أنا باحبها جدًا. وجِبت كمان بسلة. البسلة بصراحة هي اللي سعرها برضه لسه شوية شادد شوية، يعني أنا جِبتها ب17، جِبت الكيلو ب17، ما جِبتش كتير. أنا باحب دايمًا أفرّزها وباحطها عندي في التلاجة، وهاوريكم أنا هاعمل فيها إيه. وجِبت كمان كرنبة. أنا باحب دايمًا الكرنب بتاع الشتا ده بيبقى حلو جدًا. الكرنبة دي ب25. إحنا عندنا الكرنب غالي، مش عارفة قولوا لي الأسعار عندكم عاملة إزاي، لإن إحنا عندنا الكرنب بصراحة بيبقى غالي، يعني أنا ساعتها أشوفها في السوق ب30 وأزيد كمان. طبعًا غير طبعًا المحافظات اللي هي بتبقى بيبقى فيها قرى وكده، بتبقى الأسعار فيها بتبقى نازلة شوية، لإن دي طبعًا بيبقى مالي الدنيا، الكرنب والكرنبيط، الحاجات دي بتبقى جاية من الأرض الزراعية، فبتكون أسعارها قليلة شوية. بالنسبة لتفريزات رمضان، اللي عايزة بقى تفرّز طماطم تجيب من دلوقتي، لإن الطماطم سعرها هيبدأ يرفع الأيام اللي جاية. ربنا يرحمنا برحمته يا رب. هُم دايمًا بييجوا دايمًا في الشتا ويغلّوا الطماطم، فخلّي بالكم لإن الأسعار بتاعة الطماطم هتغلى. لكن أنا مثلًا باحب أفرّز الخضار لرمضان قدّام شوية. الخضار اللي أنا جايباه ده هافرّز منه بس للفترة اللي جاية، يعني هاستهلكه إن شاء الله شهر 1 وكمان شهر 2، فأنا مش هافرّز لرمضان دلوقتي. هاقول لكم كمان أنا بافرّزه إزاي، وهافرّزه إن شاء الله معاكم، إن شاء الله هيكون في الفيديو اللي جاي. أنا بالنسبة لي التفريزات دي أساسية، يعني دايمًا باحب أعملها، ممكن أفرّز حاجات للشهر كلّه، طول الشهر تنفع معايا طول الشهر، وممكن أفرّز أسبوعين بأسبوعين كده الخضار. فباحب دايمًا إن أنا مثلًا أول ما أجيب طماطم أصلّصها، أجيب بصل أعمله برضه أخزّنه، على حسب الاستهلاك يعني. فإن شاء الله نعمل الفيديو اللي جاي تفريزات مع بعض إن شاء الله. كمان جِبت منظفات سايبة من السوق. أنا لمّا باكون داخلة على في آخر الشهر، خلاص لسه ما بدأناش شهر جديد وعايزة أشتري منظفات، على طول بالجأ للمنظفات السايبة. والأيام اللي جاية دي المفروض كلنا نلجأ للحاجات السايبة، سواء منظفات أو حتى في خزين البيت، علشان هي هتوفّر معاكِ جدًا في الميزانية.
أنا جبت مثلًا كنت عايزة حاجات كده تنجزني لحد آخر الشهر، فجبت كلور اللي هو الأبيض ده، والأصفر ده ديتول، والأخضر ده كان صابون سائل للمواعين. ده جبت الكيس ده ب10. بس صابون المواعين ده بصراحة أنا جِبته ينجزني بس لحد أول الشهر، وأول إن شاء الله ما أجيب مشتريات الشهر، هاجيب خلطة الصابون السايل اللي كنت باعملها معاكم. دي بتعمل معايا 7 لتر أو 8 لتر كمان، فبتبقى بصراحة موفّرة جدًا، وبتقعد معايا مدة طويلة، ممكن تقعد معايا الشهر كله، أكتر من الشهر كمان. فهي حلوة وموفّرة بالنسبة لي. جِبت كمان برضه كنت في فتح الله بقى في يوم، بس قُلت برضه هاشارك معاكم برضه الحتّة دي. جِبت ليف المواعين ده. ده أول مرّة بصراحة أستخدمه، وهو بُصّوا بتبقى مدوّرة كده، هي ما فيهاش سلك، هي لونها تحسّي إن هي بلاستيكية شوية، بس يعني ملمسها مش خشن، مش ناعم خالص. هي مدوّرة كده، دي الواحدة ب5 جنيه. أنا كنت جايبة العبوة دي كلّها على بعضها، الكيسة دي كلّها كانت ب20 فيها 4، وهي دي ألوانها. فأنا أمّا شُفتها في فتح الله بصراحة عجبتني، وكنت محتاجة ليف للمواعين فجبتها. بالنسبة للاستخدام فهي هتلاقيها ناشفة في إيديكِ مش طرية. هي حلوة بتنضّف جدًا، بس هي أنا حاسّاها إن هي ناشفة شوية. يعني ليف المواعين العادي اللي هو المستطيل باحس إن هو سَلِس عنها شوية، بس دي حلوة، يعني مش بتستهلك بسرعة، ومش بتبوظ بسرعة على الحوض، وفي نفس الوقت هي بتنضّف. جِبت كمان سلك المواعين ده، السلك اللي هو الفضي اللي إحنا كلنا عارفينه ده، فأنا شُفتها برضه، كنت جايبة دي برضه من فتح الله. لقيتها لونها دهبي كده، فهي نفس النظام، بس اللي عجبني أوي إن هي ليها إيد كده، فأنا كنت عايزة أجيبها للبوتاجاز بصراحة. الإيد بتاعتها دي بتتركب فيها، يعني هي لها سنون هاوريها لكم دلوقتي، بتدخل في السلكة، السلكة خلاص دابت، بتشيليها وبتدخّلي سلكة جديدة فيها. أنا باحب جدًا نوعية السلك ده مع السلك بتاع المواعين الناعم التاني، باحس إن هو حلو جدًا في التنضيف، يعني بينضّف البوتاجاز حلو جدًا. أنا كنت عايزة أوريكم بقى اللي هي اللي أنا ماسكاها في إيدي البلاستيكة دي، حلوة جدًا، جدًا لمّا بتمسكيها كده وتغسلي بيها، تنضّفي بيها البوتاجاز، بصراحة حلوة وبتنضّف. كنت جايباها ب20 جنيه، أنا كنت لقيت واحدة تانية عاملة زي الكوباية المقلوبة كده، وبيتحط فيها صابون سائل، بس ما حسيتهاش عملية بصراحة خالص، خالص، خالص. كانت ب25، دي كانت ب20. فمش كل حاجة، هي التانية عجبتني أكتر، بس حسيتها بصراحة إن هي مش عملية، فقُلت هاخد بقى اللي إيديها بلاستيك دي، اللي ليها إيد بلاستيك كده، أبدأ إن أنا أغسل بيها هتريحني. ده صابون ريفولي. ده أنا باجيبه باكيت كلّه على بعضه كده، برضه كنت جايباه برضه من فتح الله. ده إن شاء الله هيقعد معايا الشهر اللي جاي كلّه إن شاء الله، لإني باحط على الحوض ده، أنا جايباه للاستحمام، لإني باحط على الحوض آمم هاند هاند ووش. فده باجيبه على طول، باستخدمه بس للاستحمام بس، فباحطه كده، بيكون عندي موجود الباكيت كلّه على بعضه، باجيبه بحوالي 53. لو جبتِ الصابونة من برّه بتجيبيها الواحدة بس ب15، فأنا باحس إن الباكيت كلّه على بعضه بيكون موفّر. أنا باستخدم هنا المنظفات بتاعة الجراكن بتاعة المنظفات اللي كانت موجودة عندي، في إن أنا أفضّي فيها المشتريات السايبة اللي هي بتبقى، اللي أنا باجيبها من السوق بتاعة المنظفات. بالنسبة لصابون المواعين ده أنا مش هاجيبه تاني، أنا كنت جايبة بس شوية كده ينجزوني لحد أول الشهر. إن شاء الله ناوية أجيب خلطة الصابون السائل زي ما قُلت لكم. دي بتبقى موفّرة أكتر. هافضّي بقى الكلور والديتول ده كلّه بافضّيه، أنا عاملة القمع ده مخصوص إن أنا أفضّي بيه المنظفات السايبة. فدايمًا باحطه كده جنب الحتة بتاعة المنظفات، عشان أفضّي فيه بيه المنظفات في الأزايز. باستخدم زي ما قُلت لكم العبوات اللي هي بتاعة المنظفات القديمة عندي، مش بارميها. يعني أي عبوة بتفضل باحس إن هي مناسبة، باخلّيها باحط فيها، والكبيرة شوية خلاص ما بتنفعش، باستخدم أي إزازة فاضية عندي. بالنسبة للمنظفات السايبة هي حلوة جدًا، وبتوفّر كمان معاكِ في الميزانية، بس لازم تجيبي الحاجة المناسبة ليكِ وهتوفّر معاكِ أكتر. يعني علبة الصابون السائل اللي باقول لكم إن أنا هاجيبها إن شاء الله أول الشهر دي، باحس إن هي بتوفّر معايا أكتر، لإنها بتعمل حوالي 7 لتر، فهي كده موفّرة أكتر. بس كده لحد كده خلاص خلص الفيديو بتاع النهارده. أتمنى يكون عجبكم، يكون الفيديو خفيف على قلبكم وتكونوا استفدتوا منه، واشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.